اكتر حاجه بتخلي الفريلانسر المبتدئ يبقى محبط ومش عاوز يجرب يشتغل هو السؤال اللي دايما بيجي. طبعا انا ما عنديش اعمال سابقه اصلا نيه عشان ابعتها للعملاء، يعني هدخل للعميل ابعت له ايه؟ هقول له فين الشغل بتاعي فين؟ انا ما عنديش شغل اشتغلته قبل كده عشان ابعته له، هشتغل ازاي؟ ولما كنت دايما بقول اعمل معرض اعمال وهمي ما كانتش الاجابه دي تبقى مفهومه، والناس كانت فاكراها يعني ايه وهمي؟ نشتغل عميل يعني هنكذب بقى، صح؟ ده اللي انت بتعلمه لنا على المسبح في قناتك اننا نكذب. فانا في الفيديو ده يا صديقي جاي اشرح لك لو انت لسه مبتدئ في الفريلانس وما عندكش معرض اعمال فازاي تعمل واحد وهمي يقنع العميل بيك. وصدقني اخر الفيديو فيه مفاجاه لطيفه جدا هيفوز بيها بعض الاصدقاء في التعليقات على الفيديو ده ان شاء الله، فتابعها وتابع النهايه لعل وعسى تكون واحد منهم بيك. قبل اي حاجه خلينا متفقين ان الشغل المبني على كذب وضحك على العميل فده دخل في حرمانيه، فاحنا مش عاوزين ده. فاياك يا صديقي انك تسرق شغل غيرك وتنسبه ليك لان ده حرام قولا واحدا. ايه بقى فكره البورتفوليو الوهمي ده؟ الفكره بكل بساطه انك هتعمل مشاريع تجريبيه موك بروجكت او مشاريع وهميه كانك بتشتغل مع عملاء حقيقيين وتعرضها كبورتفوليو ليك. الفكره مش في ان العميل يكون حقيقي، الفكره في ان الشغل نفسه يكون حقيقي. جميل جدا. يعني احنا مش هنقول يا سباعي ان احنا اشتغلنا مع العميل ده وعملنا له الشغل بتاعه، صح؟ لا احنا هنقول له اننا اشتغلنا على المشروع الفلاني وعملنا فيه ده. هدفنا هيبقى المشروع مش العميل، وفي الاخر العميل اللي عندنا نشوف قوتنا ومهاراتنا اللي بنعرض بيها، فمش هيفرق معاه بقى في البدايه في الشغل بتاعنا ده كان لمين ولا اتعامل بيه ايه بعدين. وهنا انا بقول في البدايه، وده عشان اكون امين معاك، لانك لو بتتابعنا على القناه هتكتشف ان احنا في كلامنا هيتعارض بطريقه ما مع النصيحه المشهوره اللي قلتها لك كذا مره، اتكلم بلغه الارقام لان العملاء بتحب ده جدا. وبالارقام هنا انا اقصد ان الشغل بتاعك ده تترجمه ازاي لارقام، سواء بقى بالنسبه للعميل في مادياته وشغله او ليك انت في ارقام مشاهدات وفيديوهات اللي انت كنت عملتها للعملاء فجذبت بيها الناس اكتر، او عرفت تعلي للعميل السي تي ار بتاعه اللي هو بقى التصميم بتاعك قوي جدا فالناس بتضغط عليه وهكذا. فدي ارقام مش معاك حاليا لان الشغل اللي انت عملته ما راحش لحد فترجمت قوته عليه بارقام. فدي نقطه احنا هنفتقدها حاليا، وانا مش بقول لك ده عشان احبطك يا صديقي واقول لك ان نقطه ضعف عندك عن غيرك وهتفرق بيك جدا خالص. اصلا عايز اقول لك ان غيرك اللي عامل ده هو اصلا مش بيعرض القوه دي عنده، ده عن تجربه شخصيه لمعظمهم. فانا بس بقولها لك حاليا عشان لما ربنا يكرمك والشغل الوهمي ده يجيب لك شغل بجد تفتكر ان بقى عندك نقطه قوه اكبر تعرضها حاليا بلغه الارقام. طب نرجع تاني، هنعمله ازاي يا عم سباعي؟ يعني اصلا هنجيب شغل منين عشان نعمله؟ ما انا اصلا مش عارف ايه المطلوب من العملاء عشان اعمل حاجه شبيهه ليه. وده سؤال جميل جدا، خلينا اشرحه لك بطريقه عمليه ومبسطه وجايبه الاخر، وهقول لك ازاي تجيب افضل شغل مطلوب حاليا في مجالك وتعمله. الاول طبعا انت عارف انت بتشتغل ايه، سؤال بسيط المفروض اني سامع اجابته منك. فيديو اديتور، جرافيك ديزاينر، يوتيوب مانجر، سكريبت رايتر. هو مش تحيز للمجالات دي، بس اي حد بيشتغل في اي حاجه ليها علاقه باليوتيوب فانت ليك مفاجاه عندي بجد. وهنا انا اقصد اي حاجه ليها علاقه باليوتيوب، سواء بقى اللي بيكتب المحتوى الفيديوهات او اللي بيمنتج الفيديوهات او اللي بيعمل الصور المصغره او اللي زي حالاتي بيدير القناه ويحط الماركتنج بلان بتاعتها وهكذا، لان دول ليهم موقع سحري لمعرض اعمالهم ملهوش حل وهقول لك عليه. انت هناك مبرمج وانت مهاراتك مختلفه عنهم، مفيش مشكله صديقي، تعال نشوف مهما كانت مهارتنا فنعرف منين ايه اكتر الحاجات المطلوبه واللي المفروض نعمل معرض عملنا الوهمي عنه. الاول هنروح لاقوى موقع عمل حر موجود عليه شغل حاليا في العالم كله، موقع ابورك. هتعمل اكونت عليه عشان تعرف تشوف الوظائف كلها اللي نازله، ولو مش عارف تعمل اكونت فاحنا سيبنا لك في مقال تحت بيشرح لك تعمل ده ازاي بالتفصيل الممل، هتلاقيه في وصف الفيديو. عملت الاكونت الحمد لله، هتدخل بقى من هنا على فايند جوبز وبعديها هتروح تكتب المهاره اللي انت بتشتغل بيها، مثلا جرافيك ديزاين، وهتروح للفلتر وتخلي الوظائف اللي نازله تكون من اشخاص شغلت معاها اكتر من 10 فريلانسرز تانيين عشان نبقى عارفين يعني انهم عملاء تقيله. وهتفضل بقى تقلب في الوظائف اللي نازله وتجمع لك من 30 ل 50 وظيفه، مش اقل من كده عشان تعرف تمسكهم كويس. وبعد كده تكتب في اي نوت مثلا كان ايه اللي بيطلب في الجرافيك ديزاين في الوظيفه الاولى. هنا كان عاوز حد يعمل له ثامبنيل، ماشي. في الوظيفه الثانيه كان عاوز حد يعمل له اعلان لمحل بملابس فيكتورز وهكذا. الوظيفه الثالثه كان عاوز حد يعمل له لوجو ديزاين لمطعم اسماك. الوظيفه الرابعه عايز حد يعمل له ثامبنيل ثاني يعني صوره مصغره ثاني لليوتيوب، بس الاولاني كان عاوز الثامبنيل تكون لفيديو كره قدم، والثاني عايزه لفيديو وثائقي، ماشي شغال. واحد تاني طالب ثامبنيل كمان، حلو قوي، دي مطلوبه بقى معايا فخليها معايا على جنب. طيب هنا ده عاوز بوست للفيسبوك والانستجرام، وده كمان عاوز ديزاين للفيس والانستجرام، حلو، يبقى ده كمان مطلوب وخليه معايا على جنب. وهكذا صديقي لحد ما تشوف في ال50 وظيفه دول كان ايه اكتر 3 حاجات مطلوبه دلوقتي من العملاء التقيله. تعرف هم بيدوروا على ايه وانت محتاج تعمل ايه عشان تعرضها للي شبيه ليهم في الوظائف القادمه، وتشوف الوظيفه بتاعتها وتعملها، تشتغلها بالفعل كانك اتقبلت فيها الحمد لله والعميل قبلك على طول، وحط بياناتها من عندك انت بقى، اللي هو مثلا هو مش قايل لك كل البيانات فابتدي افتكس انت بعض البيانات وتزودها عشان تعمل الشغلانه كامله. مثلا خلاص اقتنعت ان الثامبنيل مطلوب جدا، فهتعمل صوره مصغره لميسي وهو بيلبس كريستيانو كوبري وتقول من فوقها جنون البرنابيو والصيحه المعزه، وتحط جنبهم كده بقى نيمار ورجليه مكسوره
عشان ايه من كتر الضحك. او مثلا بقى لقيت ان تصاميم الفيس مطلوبه للدكاتره في عيادتهم، فتعمل مثلا تصميم لدكتور اسنان بدون ما تحط اسامي عشان ما يبقاش اشتغاله. احنا مش بنشتغل الناس عشان ما يبقاش حرام. وتعمل تصميم لذيذ كده وتقول انك عملت في مجال التصاميم للسوشيال ميديا لدكاتره الاسنان وهكذا. ولو حسيت انك مش لاقط لسه ده احسن حاجه وايه المطلوب في الوظيفه اللي بتدور عليها، فهقول لك روح لحاجه تانية بقى جامده وجرب الطريقه التانية دي. بقول لك طريقتين اهو من نفس موقع ابورك. غير الفلتر بتاعك بتاع البحث، خليه بالتالنت، يعني بتبحث على فريلانسرز زيك واختارهم في المجال بتاعك، واختارهم الناس التوب ريتد بلس، ودور فيهم بقى الناس التقيله دي، ادخل عليهم وشوف البورتفوليو بتاعهم عاملينه عن ايه، بيبلوروا مهاره ايه خصوصا، وخد استلهام منهم كده وحاول تحاكيهم بدون بيانات شخصيه لحد، وبدون ما تكون وانت بتحكيهم لقيت نفسك سبحان الله يعني بقدر ربنا لقيت نفسك انك حكيتهم لدرجه انك مش عارف ده بتاعك ولا بتاعهم، فيبقى كده بقى مش محاكاه، بقت سرقه يا صديقي. فكده انت عارف عندك طريقتين، يا اما تدور على 30 ل 50 وظيفه من العملاء الثقيله، يا اما تروح للفريلانسرز تقال تستلهم منهم بيعملوا ايه بالظبط وتحاول تعمله، لان في الغالب دوت المطلوب. بيانات مش حقيقيه ابتدي اعملها وانت كده بتعرض شغل فعلا. وده كده اللهم لك الحمد انت بقى معاك البورتفوليو بتاعك الوهمي. من فضلك ما تبداش تشتغل في مواقع العمل الحر بدون ما يكون معاك على الاقل 3 بورتفوليوز مختلفه، لان موقع زي مثلا موقع ابورك بعد 3 بيبتدي يدخلك في صفحه ثانيه، فمش احسن حاجه ان العميل يدخل يلاقي عندك 2 بورتفوليوز بس وباقي الصفحه يعني واضح ان في حاجه ناقصه، سواء ما بتشتغل على خمسات بتشتغل على اي حاجه، حتى بتشتغل على لينكد ان بتعمل على السوشيال ميديا، مش احسن حاجه ان انا اقتنع بقوتك من شغل واحد او 2، اعمل 3 على الاقل وانطلق باذن الله. ولما ان شاء الله البورتفوليو الوهمي دوت يجيب لك شغل حقيقي، بلور الشغل الحقيقي وابتدي اتعامل مع لغه الارقام زي ما قلنا في اول فيديو. طب يا صديقي كده ناقص هديه الفيديو ده، هديتنا الشخصيه وهديه ثانيه اللي هو الموقع اللي بيشتغل فيه اي حد ليه علاقه باليوتيوب اصلا، وهو موقع ytjobs.co. ده موقع بيتجمع عليه كل اصحاب القنوات تبع اليوتيوب وبيطلبوا شغل عليه، سواء بقى اللي عاوز فيديو اديتور، اللي عاوز ثامبنيل ديزاينر، اللي عاوز حد يعمل له يوتيوب مانجمنت زيه. وهتلاقي ان الموقع القناه اللي بتنزل طالبه شغل عليه هي قناه موثقه بالفعل، فاجباري تكون هي القناه الاصليه هي اللي طالبه، فدي مش اشتغاله. فتلاقي مثلا ان اشهر يوتيوبر في العالم كله مستر بيست كان منزل شغل عليه وطالب ناس تشتغل من خلاله وشغل ناس كتير من خلالها، وقنوات تانية كتير عندها فوق ال 100 مليون مشترك وبيطلبوا شغل عليه عادي جدا. وحتى لو مش هشتغل عليه اعمل بورتفوليو ليك عليه، انا مش فارق معايا اصلا انت تلاقي شغل عليه، فارق معايا انت تعمل بس بورتفوليو عليك. واي قناه تشتغل معاها في اي حاجه ليها علاقه بالفيديوهات اطلب منهم يسيبوا لك تقييم عليه، لان التقييم وقتها بيبقى موثق ومثبت ان انت اشتغلت مع القناه دي، سواء عملت لها ثامبنيل، سواء عملت لها سكريبت رايتنج، سواء عملت لها فيديو ايديتنج، عملت لها اي حاجه، بيتوثق اللي انت ده البورتفوليو بتاعك وبيتحسب لك انت مساعد في كام مشاهده على القنوات اللي اشتغلت معاهم. فمثلا لو بصيت على الاكونت بتاعي هتلاقيه كاتب ان انا ساهمت في اكتر من 110 مليون مشاهده على اليوتيوب، وده رقم حقيقي وموثق، فلما ببعته للعميل بيثق فيا على طول بيعرف انا مش بشتغل. فلو بتشتغل باي حاجه ليها علاقه باليوتيوب قريب من بعيد حاول تعمل البورتفوليو بتاعك على YT Jobs. طب ايه هديتك بقى انت يا سباعي؟ بدايه انك يا صديقي لو بتشتغل في اي مجال تبع اليوتيوب فاكتب كومنت على الفيديو ده بمجالك، وهنختار عشوائي من 3 ل 5 اصدقاء حاليا، وكل فتره باذن الله هنرجع نختار واحد تاني زياده وهنكلمهم وهنطلب منهم تاسك بسيط جدا لحاجه تبع القناه عندنا هتنزل، هيبقى مدفوع طبعا مش ببلاش، بس هتبقى فلوس بسيطه مقابل التاسك البسيط ده بالفعل. وبعدها هندخل على اكونتك على موقع يوتيوب جوبز وهنسيب لك احلى تقييم عليه باذن الله باللي انت عملته لنا، ويبقى عندك بالفعل اول تقييم من قناه رسميه بسيطه شويه انا عارف، بس هتبقى تقييم حقيقي مش وهمي وبلغه الارقام كمان، وتبدا بيها باذن الله انك تنطلق في بدايتك العظيمه تماما. وعشان نسهل رحله اختيارنا للاصدقاء اللي هنديهم الهديه ديت، فما تنساش تكتب اليوزر نيم بتاع الانستجرام بتاعك، لان ده اللي هنتواصل معاك من خلاله باذن الله، واكتب لنا طبعا بعديها انت بتشتغل في مجال ايه عشان هندخل ونكلمك لو كنا تم اختيارك ان شاء الله. نسيت في الاخر صح اقول حاجه، ان الفيديو دوت برعايه الكورس بتاعنا اللي بنشرح فيه مجال اليوتيوب مانجمنت كله. حلو جدا لما يبقى الراعي بتاعك هو انت، يعني عارف انت بتراعي نفسك. ده كورس الحقيقه احنا حاطين فيه خبره ال5 سنين كلها في شغلنا مع العملاء في الكورس ده، وباذن الله لو دخلت جوه الكورس واتقنت المجال ده وعد مني انك تطلع منه باذن الله محترف المجال ده، معاك كل الماتيريال اللي محتاجها عشان تشتغل في المجال ده اللي هو اداره قنوات اليوتيوب، ويا عالم يمكن تطلع منه معاك بورتفوليو حقيقي مش وهمي، لان بالفعل في ناس بتشتغل معانا من خريجين الكورس ده. تفاصيل الكورس كلها في اللينك تحت الفيديو. اشوفك على خير يا صديقي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.